عيش الكريب من اجمل العيش يا جماعة، بس لما يتعمل باللبن. طبعا هما بره اللي بيفرق على فكرة في طعم الكريب، لو رحت مكان وكلت كريب طعمه حلو هو العيش. والعيش طبعا بيبقى حلو لما بيتعمل باللبن، انما لما تلاقي الكريب ماسخ كده ملوش طعم اعرف ان العيش معمول بمية. ده الفرق اللي بنحسه في الطعم. تمام. انا عملت عيش الكريب، طريقته سهلة جدا وبسيطة. هتعملي ايه؟ هتجيبي مثلا مقدار اللي هقوله ده مقدار الكمية، ممكن تضعفيها. هجيب مثلا كوبايتين من الدقيق، عليهم كوبايتين من الحليب، عليهم بضاية، كيس من الفانيليا، معلقة صغيرة من الملح، معلقتين صغيرين من السكر، وبضربهم وربع كوباية مية سوري ربع كوباية من الزيت، وبضربهم في ايه، في الخلاط. وبيعمل عندي هوريكم دلوقتي العجينة وتقلها. بصوا شايفين تقل العجينة، بصوا عاملة ازاي، لا خفيفة ولا تقيلة. تمام. انا عندي الطاسة خلاص كده، هبتدي بقى اقلب العجينة الناحية التانية. انا طولت معاكم شوية بس يعني المفروض يعني ايه، هي كده اتحمصت شوية بس مش مشكلة. الفرق بقى يا جماعة خلي بالكوا عشان العجينة ما تنشفش معاكي لما تيجي تحطيها. هتحطيها في طبق جوه كيس شفاف عشان العجينة، وتغطيها عشان العجينة ما تنشفش معاكي، وخصوصا في الشتاء بتنشف بسرعة جدا. بصوا انا حطاها جوه كيس ازاي، وبروح مغطياه وهي سخنة علشان، واحط فوقيها فوطة كمان عشان ما تنشفش معايا. هتلاقوا الطريقة بالتفصيل على القناة في فيديو كده، طريقة عمل عيش الكريب. جميلة قوي والله. مش عايزة اقول لكم ريحة العيش عاملة يعني عاملة قلبان، لان الفانيليا مع اللبن بتخلي طعم العيش مسكر، وده اللي بيفرق من كريب للتاني. اتمنى ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، وتخشوا تلاقي وصفات ان شاء الله هتنال اعجابكم باذن الله. وكل سنة وانتم طيبين.